امشي ورا شغفك وهتلاقي السعادة والنجاح. كم مرة سمعنا الجملة دي أو جملة زيها عن الشغف؟ كتير من الناس بتدور على الشغف بس مش لاقياه، غالبا علشان بتدور غلط. كتير مننا بيدور على شغفه وهدفه في الحياة بس مش عارف يلاقيه، حاسس انك تايه، حاسس انك مش عارف تلاقي الحاجة اللي تحبها وتشتغل فيها، حاسس انك مش لاقي الشرارة اللي المفروض تنور جواك حاجة. أحب أطمنك إنك مش لوحدك، وفي الفيديو ده هنتكلم عن كائن الشغف الخرافي وإزاي نلاقيه. ناس كتير فاكرة إن الشغف هو الحاجة اللي لو لقيتها هتعيش مبسوط ومستمتع طول العمر، ولو أنت شغال في حاجة شغوف بيها فكأنك مش شغال، أو بمعنى أصح do what you love and you will never have to work again. صح؟ الحقيقة مش صح، ولو ده اللي انت بتدور عليه فهتتعب جدا، وغالبا ممكن تقضي معظم حياتك او حياتك كلها بتدور عليه ومش هتلاقيه. بس ده مش عشان انت عندك مشكلة، بس علشان الناس بتدور على الشغف بالطريقة الغلط، وفي الفيديو ده هنتكلم ازاي ندور عليه بالطريقة الصح. الشغف حاجة بتتبني مش بتتلاقى فجأة. في الفيديو ده هنحطم أسطورة الشغف، وهنتكلم عن الطرق العملية والعلمية اللي هتوصلنا للشيء اللي نستمتع بيه ونقدر نبني منه الشغف. جاهزين؟ لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي شريف علاء، وفي الفيديو ده الخلاصة عن الشغف. يلا نبدأ. دراسة من جامعة ستانفورد بتتكلم عن إن فكرة اتبع شغفك بتولد عقلية جامدة ثابتة، يعني rigid مش flexible، بتخلي الإنسان يفتكر إن الشغف ده حاجة يا بيلاقيها يا مش بيلاقيها، ولما بيلاقيها كل حاجة بتبقى مثالية. لكن الكلام ده مش صح. الشغف هو بيتكون لما تبدأ حاجة وتستثمر فيها وقت وتبدأ تستمتع بيها شوية وتحقق فيها إنجازات ونجاحات فتتحول إلى شغف. لازم نفرق بين حاجتين مهمين، الشغف والاهتمام. أنا ممكن أبقى مهتم بحاجة بس مش لازم تتحول إلى محور حياتي والشغف والحاجة اللي أعيش بيها طول العمر. عشان نبدأ ندور على الشغف بتاعنا محتاجين نسأل نفسنا 3 أسئلة مهمة. أول سؤال، إيه الحاجات اللي لما بتعملها بتستمتع حتى لو أنت مش شاطر فيها أو ما عندكش خبرة فيها أو مبتدئ فيها؟ تاني سؤال، إيه الحاجة أو الحاجات اللي قضيت فيها وقت طويل شوية من غير ما تحس بملل؟ وتالت سؤال، إيه الحاجة اللي حسيت فيها بنوع من الإنجاز لما عملتها؟ إجابتك عن السؤال ده، وخصوصا لو حاجة كانت موجودة في ال3 إجابات، هي اللي ممكن تكون البذرة اللي نبدأ من عندها بناء الشغف. علشان تلاقي شغفك قدامك طريقة من الاتنين. الطريقة الأولانية، تسأل الحاجة: يا ماما ما شفتيش الشغف بتاعي؟ فهي ترد عليك وتقولك: ولو جيت ولقيتهولك. بس للأسف الطريقة دي ما بتشتغلش، فهنتكلم في الفيديو ده عن الطريقة التانية بس. ناس كتيرة بتدور على الشغف المفرد وكأنه حاجة واحدة، في شيء واحد هو اللي هلاقيه وهو ده اللي هيديني الإحساس بالرضا والانبساط والسعادة واللي هكمل فيه طول عمري. لكن الحقيقة بتقول إن معظم الناس اهتمامها وشغفها بالحاجات بيتغير مع الوقت. يعني الشغف اللي عندك النهاردة مش بالضرورة يكون موجود بعد 10 سنين. مثلا انت النهاردة مهتم بالتصوير، ممكن بعد أسابيع أو شهر أو سنة تلاقي نفسك مهتم بالكتابة أو بالطبخ أو بالرياضة أو بأي حاجة تانية. يعني بكلام بلاغي شوية، الشغف ليس الوجهة، الشغف هو الرحلة نفسها. في مثال مذهل على الكلام ده، واحد زي اللاعب جاريث بيل اللي كان بيلعب في ريال مدريد. لما اتنقل لريال مدريد كان أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، واحد نقدر نقول مقفل اللعبة، كسبان كام دوري وكاس وأبطال أوروبا، الشامبيونز ليج، وفلوس ملايين من الكورة ومن الإعلانات إلى آخره. بس الحقيقة إن جاريث بيل ما كانش شغوف بالكورة، أو ما كانش شغوف بيها طول عمره. يمكن كان شغوف بيها فترة لحد ما بعدين حس إن خلاص الكورة تحولت إلى مجرد وظيفة، وكان بيحلم باليوم اللي يبطل فيه الكورة علشان يتبع شغفه الحقيقي وهو رياضة الجولف. في مقابلة صحفية جاريث بيل قال: كرة القدم هي وظيفة بالنسبة لي، لكن حبي الحقيقي هو الجولف. الكلام ده بيورينا ان حاجة زي الكورة بفلوسها بشهرتها بتألقها بالحاجات دي كلها ممكن يخلي الإنسان برضو مش حاسس بالشغف. فالنجاح والفلوس والشهرة والحاجات دي مش بالضرورة يكونوا هم نفسهم الشغف والهدف. طب احنا قلنا ان الشغف ده مش حاجة بتنزل علينا من السماء. ازاي الاقي شغفي؟ في 4 خطوات علمية مثبتة هي اللي هتساعدك تلاقي شغفك، او بمعنى اصح هتساعدك تاخد خطوات تبني بيها شغفك. اول حاجة، جرب حاجات كتير. مفيش حد بيلاقي شغفه وهو قاعد مكانه او من اول محاولة او عمل حاجة واحدة وخلاص هي دي شغفي. ده قليل جدا. بس معظم الناس بتجرب وبتختبر وبتجرب هوايات جديدة وبتشتغل شغل جديد وبتاخد كورسات اونلاين وبتحاول تدور على الحاجة او تتفرج على فيديوهات لغاية لما تشوف ايه الحاجة اللي فعلا مهتم بيها وبتجاوب على ال3 اسئلة اللي سألناهم من شوية. الشغف مش بيجي من التفكير ولا بالاحساس ولا الالهام هينزل عليا. الشغف بيجي من التجربة ولازم ادور عليه. فاعمل حاجات لغاية لما تلاقي حاجة مهتم بيها. تاني خطوة،
لاحظ رد فعل مخك، او بمعنى اصح التكرار والدوبامين. المخ البشري شغال بنظام المكافأة، بعمل حاجة بستمتع بيها، مخي بيفرز هرمون الدوبامين بيخليني اتبسط وابقى عايز اكررها تاني واخش في السايكل دي. والدوبامين برضه هو اللي بيخلي الانسان يدمن حاجات سلبية زي التدخين او المخدرات او القمار، لكن في نفس الوقت هو اللي بيخلي الانسان يدمن حاجات كويسة زي التمرين او الرياضة او ان انا اعمل حاجة بايدي او العب موسيقى وهكذا. في طريقتين اساسيتين عشان اخلي المخ يفرز دوبامين، يا اما طريقة الاستقبال يا اما طريقة الابداع او الخلق، ان انا اعمل حاجة بايدي. الاستقبال ده زي السكرولينج، زي ان انا اتفرج على التلفزيون، فانا كل ما بسمع جرس التين رسالة جديدة او نوتيفيكيشن او اشوف حاجة بتعمل، او الجيمز برضو، فده بيخليني استقبل الدوبامين او افرز دوبامين بطريق الاستقبال، وده اللي بيخلي في نوع من انواع الادكشن او الادمان. الطريقة التانية هي الطريقة الصحية، ان انا بعمل حاجة والحاجة دي بتديني احساس بالمكافأة والرضا، وهو ده اللي احنا بنحاول نلاقيه. فشوف ايه الحاجات اللي بتحس فيها بالانجاز وبتتبسط بيها، بتخلي مخك يفرز الدوبامين، وكررها، وهي دي اللي ممكن تتحول الى شغف. في مقولة بتقول you don't have to be good to start, you have to start to be good، وانا بحب المقولة دي جدا وماشي عليها بصراحة. فمن الاخر الممارسة هي اللي بتخلق الشغف مش العكس. رابع خطوة هي حاوط نفسك بناس بتدعمك، ودي لا تقل أهمية عن الثلاث خطوات اللي قبلها، سواء بقى أهل أو صحاب، أو لو في كوميونيتي أونلاين أو حقيقي عن الهواية أو الحاجة اللي عايز أتعلمها ومارسها. الموضوع ده مهم جدا، لأن رقم واحد بيخليني أستمر، وبيخلي الناس تشجعني حتى لو أنا فقدت الأمل أو استسلمت أنا مش عارف أعمل البتاعة دي، لا الناس دي بتشجعني وبتزقني لقدام. والحاجة التانية إن أنا برضو بيخلي لو في كوميونيتي مثلا أونلاين بيخلي في ارتباط ما بيني وما بين الناس، ففي جانب اجتماعي، واحنا كبشر كائن اجتماعي، فده ممكن يخليني كمان احب الحاجه زياده. يعني مثلا لو بدات هوايه معينه وبعدين بنزل اخرج مع ناس عندها نفس الهوايه دي، ممكن الاقيني بحب الهوايه دي اكتر من لو انا عملتها لوحدي وفضلت قاعد فيها لوحدي. زي ما في خطوات لبناء الشغف، في عقبه كبيره جدا هي اللي بتمنع الناس ان هي تجرب او تستمر في الحاجه اللي بدات فيها، وهي الخوف او الخوف من الفشل. الحقيقه ان الفشل هو جزء طبيعي جدا من هذه الرحله، والعادي انك تفشل، والاستثناء هو النجاح. مش بقول ان انت هتفشل في اي حاجه بتجربها، لكن في الغالب هتفشل في اي حاجه لسه بديها ما عندكش فيها خبره، لغايه لما تحط فيها وقت وجهد وتتعلمها فهتنجح وتستمر وتتحسن. انا كنت عايز ابدا فيديوهات وصناعه محتوى من حوالي 3 سنين، لكن اللي اخرني بمنتهى الصراحه هو الخوف. خوف بقى من فشل، خوف من ان انا احط نفسي كده قدام شعب الانترنت اللي ما بيرحمش، خوف من الناس اللي كانت معايا في المدرسة في الجامعة في الشغل يشوفوني هيقولوا عليا ايه، طب خوف ان الفيديو يطلع كرنج، او خوف ان انا اقعد اعمل فيديوهات وما اشوفهاش غير 5-6 من صحابي واهلي وخلاص. يعني شكل من اشكال الخوف من الاخر. يعني ما دام احنا فيها وبنتكلم عن الفيديوهات، دوس لايك واعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش. فالصراحة افشل عادي، ايه المشكلة لما تفشل؟ يعني محدش ليه عندك حاجة. اعمل حاجة واكتشف انك مش كويس فيها، او اعمل حاجة واكتشف ان هي دي ما بتشدكش، او اعمل حاجة واكتشف ان هي طلعت حاجة تانية غير اللي انت كنت ناوي تعملها اصلا. عادي، اديك بتجرب، مش قاعد زي البطل. قبل ما نختم الفيديو في حاجة مهمة جدا. الكلام بتاع التنمية البشرية التحفيزي وبتاع انا مش قصير قزعة انا طويل وهبل والحاجات دي كلها، على قد ما هي فيها جزء ايجابي انه ممكن بيحمس بعض الناس، بس على قد ما هو فيها جزء اي كبير جدا اي كلام الصراحة. لان دايما الكلام شغفك والحاجة واللي هتلاقيها وهتعيش والحاجات دي كلها بتخلق فجوة كبيرة جدا ما بين الحقيقة والتوقعات، لأن معظم الناس ما بتلاقيش الحاجة السبارك كده مرة واحدة وهي دي الحاجة اللي لقيتها وهدفي وخلاص وبنعمل إيه ونقرأ قصص ونجاحات والشباب الجريك كامبس ومش عارف يعني. لأ، فلازم نبقى عارفين إن في توقعات، وإن لو انت او انتي عندكم الشغف بحاجه معينه، في الغالب ما كنتش هتبقى بتشوف الفيديو ده اصلا، بس لو حد عنده كده فده الاستثناء. العادي ان الناس بتقعد تدور وتعمل حاجات كتير لغايه لما تلاقي الحاجه اللي هي عايزاها. وطبعا عشان تدور على شغفك وتمارس حاجه جديده باستمرار، فانت محتاج تبني عادات كويسه. فعشان كده برشح لك فيديو كيفيه بناء العادات اللي بتكلم فيه عن واحد من اهم الكتب اللي قريتها على الاطلاق، وهو كتاب عادات ذريه او Atomic Habits. شوفوا الفيديو ده. ولو وصلتوا لحد هنا في المشاهدة شكرا جدا جدا، واكتبوا لي في التعليقات تحبوا نتكلم في موضوعات ايه في الفيديو الجاي، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.